مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ هنا أنا نبدي الفيديو. طبعا عمي ابو زوجي مدرس، وهاي السنة طلع تقاعد، وابني انه يدرس نفس المدرسة اللي يدرس بيها حسن ابني. هنا صدفة ظهر يوم الاثنين اجوا المدرسين جابوا حسن وجابوا له الكيكة. طبعا المدرسين ما اكلوا، يعني خلوا الكيكة وراحوا. المهم هنا قطعنا، يعني قصينا الكيكة، عمي قصاها. هو طبعا هو حسن شريكي هنا كلش علاقة حسن وعمي كلش قوية. المهم بعد ما قصصنا الكيكة ودزينا البيت حماي والحماتي هماتين يمنا، هنا اني سالقة بوتيتي. هنا عندي حشو زايد يعني ضميته مال قبل بيوم، سوينا كبة مال برغل بس ما صورت، يعني كنت كلش تعبانة واركض فما صورت. المهم بقى حشو، قلت اخليه اسوي كبة. هاي مال بوتيتي يسمونه اعتقد شاب، بعد ما اعرف. المهم سويتها هنا ولفيتها، قلت تفيدني لأن المدارس والله بنات أني الله يساعد الأمهات اللي عتن 4 و5 بالمدارس، كليات أو إعداديات. يعني أنا عندي 2 ومشيبيني والله صراحة. المواد كلش صعبة والله. هي مو صعبة على اللي يقرأ والشاطر، بس إنما الصف ثالث الراد القراية كلش هواية، ما كلش صعب، بس الراد قراية يعني قراية. وهسه خصة هذا النشر، يعني ينشرون ويرجعوا لي ورا، يعني ما يحسبون طالب يعني وقت مثل قصير. شو بنات هاي الكبوة صارت كلش طيبة. المهم هاي صارت لي هاي الكمية، شوفوها. طبعا هنا قبل ضميتها بالفريز. المهم هنا ما سويت عشاء، بعد هم اكلوا كيك صعدت هنا اكتب الحسن لان ما يلحق، يعني هو ظهري وثاني يوم صبحي، يعني هاي صادف 2 3 صبحي، يعني ما يلحق. يعني شو وقت يعني يكتب، شو وقت يخلص يعني واجبه. هسه خاصة امتحانات شهرية وكلش يعني واجبات وكلش هواية ينطونهم. وهذا بعد ما احكيكم عليه عناد عنده مو طبيعي، يعني بين قوسين متعبني والله العظيم. المهم إيليا مريض كلش، يعني صار دا اسجل الصوت هو منتهي والله. حتى قلت له ليش مو تمرض على عيد ميلادك؟ المهم بعد شو تسوي، هاي الاطفال لازم وياخو منعوف الطفل وحده يدرس، وخصة يعني مهووسة مال دراسة ابدا، يعني حتى ما قعد، يعني حتى غرفتي ذيك عفتها، هذيك الغرفة مالتي غير، بس أعزلها وأنظفها وأطلع من عندها. يعني قعدتي كلها نهاري أقضي بغرفة الجهال، حتى شنو أقريهم وأكتبهم. شوي هنا كتبت الحسن إنجليزي، وهنا رجعنا بالليل قلت لهم راحوا جابوا لفات، والله جابوا لنا بفلافل. شوف الغرفة، شوف طشرات اللي هاي ما اليوم النايدوم مطشرين. هاي شو سووا، نخلص كلش قرايتهم يلا عزل الغرفة حتى ينامون. هنا والله بنات تقريبا الساعة 12 بالليل والله. وش اسمه يعني هم ما سويت لهم عشاء، اكلوا الكيك. المهم هنا شنو ايدي اكتب، وايدي هنا دا اخيط شراكف بنات. هاي نزلات انا اشترين وانا اخيط، ما اخلي خياطة. شوفوا هاي تطعيم، اخلي اجيب لون واطعمه ويا القماشات. شوفوا اسوي له كسرات، اني اسوي بيدي دائما من زمان اني اسوي، بس ما احب خياط الماكينه. عندي ماكينه وعند عمتي ماكينه، بس ما احب خياط الماكينه، احب ايدي. شوفوا هنا بس راويتكم، راح ارجع اكملها. شوفوا هنا هيك كسرات اخليه. طبعا هوايه خيطت، بس والله ما عندي مجال اصور لكم. شوفوا هنا كسرات، شوفوا بنات. طبعا الستريج هذا القماش الاحمر، هذا القماش يعني الستريج تعرفون انتو، وهذا القماش ما نزله وانا